هنتكلم معاكم دلوقتي عن مصر لما عاشت 40 يوم افراح وهلس واغاني وطرب وايه اكل ببلاش واجازات للموظفين. يعني كان 40 يوم هنا. الكلام ده يا جماعه حصل سنه 1873 لما الخديوي اسماعيل قرر يجوز الاربعه من ولاده. طبعا كل ولد خد له 10 ايام زي حنه كده وافراح، فمجموعهم 40 يوم. لكن في الفرح حصل قصتين زي العسل هتعجبكم قوي. اول قصه جواز الامير حسن، وده اتجوز من بنت اسمها خديجه. خديجه دي بقى وهي عيله صغيره كده كان الخديوي اسماعيل عمل زي مدرسه عشان يعلم فيها الاميرات، ودخلت خديجه المدرسه دي وراح قال لها كده بتهريج: انت يا بنت يا خديجه لو تفوقتي في المدرسه انا هجوزك ولد من ولادي. ودخلت خديجه وعم اسماعيل عدى عليه وقت كبير والبنت كبرت حوالي 7 8 9 سنين كده على الموقف دوت، لحد ما جه في يوم حب يروح يشوف اخبار المدارس دي ايه. فقابل خديجه وقال لها: ايه يا خديجه، ايه الاخبار؟ انت متفوقه؟ قالت له: ده انا بقيت شاطره جدا ومن اشطر الاميرات اللي هنا، حتى انا حفظت القران وهقول لك منه ايه حلوه جدا. قالت له: انه ذكر في الكتاب اسماعيل كان صادق في وعده. طبعا هو فرح كده وانبسط وحس ان هي بتلمح له وبتفكره بالوعد بتاع الجواز. الله الله يا بنت انت طلعت شاطره اهو، انا هجوزك الواد حسن ابني. وفعلا عمل الفرح. في الوقت دوت كان عايز يعمل تجهيزات، وانتوا عارفين بقى تجهيزات الافراح واوض النوم والموبيليا والحاجات دي كلها. فقال انا هعمل مناقصه ونشوف ايه الشركه اللي هتجيب لي اسعار حلوه بمواصفات ممتازه. وكلف الموضوع دوت واحد اسمه عم طه. طه دوت كان ماسك الحسابات في الوقت دوت. فالمهم طه جاب له شركه فرنسيه اسمها شركه باسكال. فالخديوي اسماعيل قال له: يعني معقوله مفيش ولا شركه مصريه قدمت اي مناقصه؟ قال له: الصراحه يا عم اسماعيل هي في شركه جات لنا مصريه بس للاسف اسعارها زياده عن شركه باسكال الفرنسيه 25%. رد عليه الخديوي اسماعيل وقال له: طيب ايه رايك بقى لو نشتغل مع الشركه المصريه دي؟ هي اسمها ايه؟ قال له: اسمها مدكور. قال له: خلاص نشتغل معاها، حتى لو هتاخد 25% زياده، بس على الاقل يبقى احنا شجعنا الصناعه المحليه. ما هو من الاخر كده الشركات المصريه لو ما عملتش فرح ولادنا هتعمل افراح مين؟ فعلا عم طه راح بلغ شركه مدكور وقال لهم: افرحوا، المناقصه بتاع التجهيزات الاربع عرسان هتبقى معاكم انتوا. عم مدكور يسكت؟ لا، عمل بأصله التاجر المصري الأصيل وراح مزود الأسعار جامد أكتر من 25% وكون ثروة كبيرة معاه. لهنا خلصت حكايتنا، واستنوني في حكاية جديدة من حكايات مصرية.